الليل حساس للطير. انا مهندس سيد عيسى وجاي افيدك في مجال الدواجن. لو لاحظت ان النفوق بيزيد بالليل ده مش صدفه، في سبب علمي وعملي وبيحصل لكل المربيين. السبب الاول ان جسم الطير بالليل بيقل نشاطه، الاعضاء الحيويه بتبرد، التنفس والهضم بيبطئوا، واي مشكله صغيره في العلف والميه والحراره بتظهر بالليل اكتر. كمان الطير في الليل بيستريح وما بيقدرش يتحرك يشرب او ياكل بسهوله لو في خلل في الميه او العلف، وبالتالي اي مشكله صحيه صغيره هتتحول لنفوق. لو الحرارة في الليل أقل أو أكتر من المطلوب حسب فصل السنة والتهوية، ده بيضغط على الطير وبيزود النفوق. وأمراض زي الكوكسيديا أو الكوليستريديا ساعات أعراضها بتظهر بالليل بسبب التغير الطبيعي في نشاط الطير. الخلاصة إن الليل حساس للطير، أي خلل صغير بيظهر في صورة نفوق أعلى. والحل بكل بساطة اهتم بوردية الليل وراقب التغيرات الخاصة بالقطيع، راقب الحرارة والتهوية، خلي المية والعلف متاحين طول الوقت، تابع أي علامات مرضية بدري قبل ما تكبر المشكلة. استنوني في حلقة جديدة من سلسلة صناعة الدواجن. تابعني عشان تتعلم أكتر وتعرف خبايا وأسرار الصناعة.